أنا أعتبرها يعني نقطة سوداء في حياتي الكروية وفي مسيرتي الكروية، على غرار يعني الأسباب. لكن أنا شخصيا أعتقد أنه كان مفروض ما أسوي هذا الغلط حقيقة. لكن أعتقد في تلك اللحظة يعني سويت هذا الغلط عن دون قصد. لم أفكر يعني على عواقبه، وبالعكس أنا أخذت عواقب يعني بالنسبة لي أنا كلاعب كرة قدم وخيمة أنه تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا في حد ذاته عقاب لذلك الخطأ. لكن كما قلت في أول مرة يعني شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا. أبغى أعتذر لهم مرة أخرى وأعتذر لأي مسؤول على هذا الخطأ اللي سويته. شوف، هو معروف